تخيلوا اليوم يا شباب، حصلت صاحب المطعم الذي اشتغلت عنده قبل 7 سنوات، وعندنا كنت في اليمن صغير عندما قد دخلت السعودية. اشتغلت عنده زمان قبل 7 سنوات أو 8 سنوات كذا. طلعت صنعاء قلت لازم اشتغل. رحت المطعم هذا، مطعم شهير باليمن، ما ابغى اذكر المطعم هذا، بيقولوا انت شهير في المطعم، ما لنا داخل في المطعم. المهم انا بحكي لكم قصتي انا مع الرجل هذا. المهم وصلت الى صنعاء والمطعم هذا شغال، قالوا لازم تشتغل من الصبح الى الساعة يعني 2 ظهر، وتريح لين الساعة 3:30 وتخرج دوام للساعة 12 في الليل. انا كنت بحاجة الفلوس وبحاجة طلبة الله، قلنا اني مشيها. طلبت الله، وهذا صاحب المطعم يعني ما ظالم بشكل صريح نقولها، ما يرحم عماله، لا انا ولا غيري بصراحه. ومكان ما نريح عزكم الله ما في حتى فرش في السكن الذي موفر لنا للساعه ونص هذه. المهم اشتغلت الشهر الاول، ولين انتهى الشهر الاول رحت لعنده على اساس شارطه وشوف كم بيعطيني حق راتبي وكذا. رحت لعنده اخذ 10,000 ورقم بالي 10,000 في شهر، يعني لو حسبنا 300 ريال في اليوم. فأنا انصدمت، 10,000 حق ايش؟ 10,000 في الشهر. كلمته قلت له 10,000 حق ايش؟ قال هذه مني اللي كذا اكراميا لك، ولا انت تشتغل بأكلك وشربك. اما انا انصدمت، زعلت وخرجت، ما عاد رضيت حتى استلم الفلوس هذا ولا راتبي ولا شيء. قلت له حقي لك ومشيت. اليوم سبحان الله حصلته هنا في السعودية جاي عمره، وحصلني وعرفني وطلب مني المسامحة. فأنا رفضت الصدق في البداية، رفضت، ولكن بعدين أصر علي سامحته. ولكن أعتقد أن ربي ما يسامحه، لأنه يظلم الناس ويظلم عماله، ما أعتقد أن ربي يسامحه نهائيا. وإذا سامحته أنا غيري فين بيحصلوا بيسامحوا الأول عمال، ومطعم شهير الله يرزقه. المهم